السلام عليكم، فيديو جديد في قناه عنبر 7 وحديث ما بعد ماتش سيتي وارسنال. الماتش اللي كان حلو جدا، الماتش اللي خلص 5-1 لارسنال في نتيجه كبيره جدا. بس بعد الماتش تحس ان شويه الناس متقبله ان سيتي يخسر بعد اللي اتقدم منه الماتشات اللي فاتت، وارسنال بيدي نفسه امل لينافس على الدوري. الفرق 6 نقط بس ليفربول متاجل لها ماتش ايفرتون، فهيتلعب قريب وهنشوف الجدول وكلهم لاعبين مش قد بعض. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا نبدا بالكلام عن الماتش، لان انا عندي مقارنات رقميه بعد كده بعد ما اخلص كلام عن الماتش اوريك السيتي وقارن نفسه بنفسه من موسمين فاتوا عامل ازاي، من غير ما اقعد اكلمك في تكتيك وفنيات. انا بالارقام اللي انا اخترتها دي هتحس فعلا ان في مشكله جباره. حاجه تانية، عايز اقارن ارسنال باللي بيعمله في الميركاتو وبين ليفربول منافسه المباشر. فتعالوا نتكلم عن الماتش الاول. الماتش بدأنا سيتي وارسنال، ارسنال بالتشكيله المعتاده وسيتي بالتشكيله المعتاده برضو، طبعا في غياب رودري وغياب كايل ووكر. كايل ووكر مشي راح اي سي ميلان، ورودري مصاب طبعا من زمان. فطبعا عارفين ان الباك اليمين بيلعب فيه ماتياس نونيز اللي هو اصلا لعيب خط نص، وبسبب غياب رودري انت شايف كوفازيتش وبرناندو سيلفا هم نص الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم، من بدايه التشكيله كده انت عارف ان السيتي اول ما تقطع منه الكوره او اي مرتده عليه هتبقى خطر ومرعبه جدا، لان محدش عامل حمايه قدام قلوب الدفاع. ده كمان الباك اليمين بيهاجم اصلا اللي هو ماتياس نونيز، وجفارديول بيطلع يهاجم. فانت السيتي لو اتقطعت منه الكوره انت ورا سلاح مداح. وما لحقناش نتكلم في اول دقيقه ونص كانجي بيغلط، تتقطع هافرتس يباصيها لاوديجارد والهدف الاول. واحنا عارفين ان ارسنال اول ربع ساعه في ملعب الامارات ضغط شديد عنيف، وفي الاخر بيرجع ورا بقى يامن دفاعاته، وبنشوف ارسنال منظومه دفاعيه صلبه جدا. وانا مش عايز اطول قوي في حته ارسنال والسيتي الماتش بينهم يعني، لان اخر 4-5 مواجهات هو تقريبا بنفس المنظر كربون. وارسنال بقاله 4-5 مواجهات يا بيكسب يا بيتعادل مع السيتي. السيتي كان بعد ما كان بيطحن ارسنال كل ماتش، دلوقتي بقاله 5 ماتشات مش عارف يتكلم مع ارسنال. فانا مش عايز اطول قوي في حته ان ارسنال بيدافع والسيتي بيهاجم والكلام ده، لان احنا شفنا الكلام ده كتير. هي بس الملحوظه حته ان السيتي انت بكل المشاكل دي وعدى عليك اول ميركاتو وتاني ميركاتو ما بتشتريش حد في نص الملعب. فين نص الملعب الدفاعي؟ وهكررها تاني زي ما قلتها الفيديو من قبل كده لما كنت بتكلم على السيتي. كالفين فيليبس رحيله تقريبا بيدفع ثمنه دلوقتي، حتى لو هو لعيب سيء او حتى لو هو لعيب مش حلو على الاقل بيعرف يدافع. يعني على الاقل هتشوف تفصيله مختلفه في نص الملعب. لكن كوفازيتش وبرناردو سيلفا قدام قلب الدفاع هتعمل ايه طيب؟ ده غير كمان يا جماعه خدوا بالكم فريق سيتي مهتز نفسيا، الفريق مضغوط، فان انت مش مدي اي توفير حمايه ومعتمد ان كل لعيب هينزل لك الفورمه بتاعته بيرفكت. انت تحس ان جوارديولا بينزل معتمد ان لعيبته ذهنيا 100%، كل البساط صح 100%، وده دلوقتي مش موجود. الفريق مش قادر يطبق الفكر، الفريق عليه مهمات صعبه جدا. ده غير كمان القرعه وقعته مع ريال مدريد، وانت شايف الوضعيه عامله ازاي، وهتقابل ريال مدريد بقى اللي هو اصلا ما حيلتوش غير هجوم. يعني ريال مدريد عنده مشاكل في الدفاع زيك، بس ريال مدريد عنده رباعي هجومي ناري. فدي مشكلتي مع جوارديولا، ان الميركاتو عدى، جبت مرموش طبعا صفقه حلوه، جبت الباك اليمين، جبت معرفش ايه، جبت كوزانوف، بس نص الملعب فين؟ القلب يعني اصل الناس بتقول لك رودري غيب وعمل كده. رودري غيب وعمل كده، بس هل تعويضه مستعصي قوي كده؟ قلت له تعويضه صعب جدا. لا، انت اصلا ما حاولتش، انت اصلا ما حاولتش تعوضه. فين اللي بيدافع في نص الملعب؟ انت اي مرتده عليك صعبه جدا. بالدليل ان بقى دي اول مقارنه رقميه. انا هقارن السيتي بنفسه اخر موسمين. هل تعلم ان السيتي السنه اللي فاتت مفنش الدوري الموسم كله وهو واخد الدوري مستقبل 34 هدف بس؟ عارف ان السيتي الموسم اللي قبله بقى مخلص الدوري مستقبل 33 جون بس؟ السيتي دلوقتي واحنا في الجوله ال 25 مستقبل 35 جون، اكتر من الموسمين اللي فاتوا. انت متخيل؟ فانا بقول لك الموضوع مش محتاج تحليل ومجهود كبير مني، انا بالرقم ده بس وريتك المشكله رايحه فين، وريتك ان السيتي عنده مشكله ازمه بجد. الناحيه الثانيه ارسنال، انا مشكلتي الكبيره وبانت في الماتش ده بقى كاي هافرتز. ودي بقى المقارنه الثانيه مع محمد صلاح. محمد صلاح عامل موسم جبار، بس محمد صلاح معودنا ان كل موسم بلس 20 في التهديف، يعني يجيب اكتر من 20 جون في الموسم كله. محمد صلاح دلوقتي 21 جون و13 اسيست، يعني توتال 34 مساهمه من اجوان ليفربول. ليفربول جاي كام جون في الموسم لحد دلوقتي؟ 56 جون في الدوري بس، كل ده دوري بس. ارسنال سياق الماتش امبارح لان الخمسه دي كتير شويه وجت مفاجاه كده. ارسنال قبل الماتش ده كان 44 هدف بس،
ومحمد صلاح 34 مساهمه. مين هداف ارسنال؟ كاي هافرتز 9 اهداف. انت متخيل فريق عايز ينافس على الدوري اكتر حد جايب فيه جوان كاي هافرتز 6 جوان؟ لا وايه، معظم الاهداف اصلا ركنيات وبتيجي لجابرييل وصليبه. فالفريق عايز تنافس دوري ازاي كده؟ لان انت الميزه اللي عندك سواء الدفاع، هي عند ليفربول برضو ميزه الدفاع. ليفربول لحد دلوقتي مستقبل 22 هدف بس. فانا قصدي ان الميزه اللي انت بتلعب عليها هي عند ليفربول. ضيف عليها بقى القوه الهجوميه، فهو فريق جبار، فريق مرعب. ممكن يكون ليفربول في الملعب مش مرعب، ممكن يكون فريق عادي، بس هو محقق المعادله الصعبه. دفاع قوي فان دايك، وقدام هجوم محمد صلاح النجاعه التهديفيه غير طبيعيه، وده كل موسم. فانت لازم وانت بتبص على نفسك وتقيم نفسك لازم تبص على المنافس بتاعك. فارسنال دلوقتي لما يعدي عليا ميركاتو وما اشتريش مهاجم وعندي كاي هافرتز، اقول لك يبان عليك ازاي ان كاي هافرتز مهتز نفسيا. بص اول شوط في ماتش ارسنال والسيتي، الجول الاولاني اداها لاوديجارد مع انه كان ممكن يحطها هو، جات له الكوره هي في الدقيقه 26 حطها بره، كانت انفراد. ده ما ينفعش تنافس بيه على دوري. وانت لو انت عايز واحد زي هافرتز، فلاهوفيتش بتاع يوفنتوس دلوقتي اشتروا عليه في الميركاتو ده، اشتروا عليه كولومواني، وفلاهوفيتش بيقعد دكه. فانا قصدي كان عندك الفرصه. صعب تنافس ليفربول. ممكن الموسم يحصل فيه كل حاجه طبعا، بس بالطريقه الرقميه اللي انا بحكي بيها دي، بالموضوع ده، ليفربول ليه كفه اكتر. لان ارسنال الدفاع ماشي حلو وجميل، هجومك فين؟ وسيبك من ماتش السيتي انت عندك مساحات كتير جدا انت تتصرف فيها، لكن هتعمل ايه بعد كده؟ وحتى وساكا موجود، ساكا يعني انا بامانه يعني هو ساكا هات لي الموسم اللي فات او الموسم اللي قبله اكتر موسم تهديفي جاب كام جون؟ ما عداش ال 20 هدف، او حتى لو جاب ال 20 جون ضعيفه. يعني ما تعتمدش عليه لوحده. عندك مارتينيلي وتروسار مش شايفين. الصفقه اللي انت جبتها رحيم ستيرلينج هيعمل لك ايه؟ فانت هجومك فيه مشاكل كبير جدا. فده بالنسبه لي كان الكلام عن سيتي وارسنال، ودي المقارنه اللي بين سيتي ونفسه وما بين مقارنه بين ليفربول وارسنال. هيبقى ناقص موضوع واحد وهو مرموش، وانا حابب ان انا مرموش اديله فيديو كامل اقارن لك بين فرانكفورت واقارن لك بين السيتي واتكلم عن الصفقه نفسها. بس عايز اعلق على حاجه اديكوا يعني ايه حاجه كده عن مرموش في الماتش ده عشان اكون خلصت الماتش ده. مرموش مطلوب منه دور ان هو يكون تحت هالاند، ده شبه بدور الفاريز شويه. انا ما عنديش مشكله مع الدور ده، بس ان انت كمشجع او مشاهد منتظر ان مرموش يعمل لك اللي كان بيعمله في فرانكفورت، فده ضرب من ضروب الخيال. اولا مرموش لسه جاي، اول ماتشين لعبهم تشيلسي وارسنال، وانت شايف السيتي مهتز نفسيا ازاي. تاني حاجه، انت عايز مرموش يعمل ايه وسط جابرييل، صليبه، بارتي، ديكلان رايس؟ مرموش الدقيقه الوحيده اللي تحس ان هو فك فيها لما بدل مع سافيو في الدقيقه 25 24 كده لو تفتكر معايا، وعمل فينت كده عدى بين اتنين مدافعين من السيتي وبقى كده شاط في السما، شاط اتنين في السما كده. فتحس انه عايز تتحرر شويه، لان عمق الملعب وانت بتلعب بالبسطيك كتير ده والدفاع اللي قدامك مقفل صعب قوي على مرموش. او على الاقل مش هتنتظر من مرموش او مش هتستنى من مرموش انه يبقى نجم زي في فرانكفورت. مرموش اصبح لعيب منظومه هنا، مش هتحس انه لعيب نجم زي في فرانكفورت. فان شاء الله الفتره اللي جايه في فيديو عن مرموش كامل، كل حاجه عن رايي كمان في الصفقه، كل حاجه. فانتظرونا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وقولوا رايكم في الكومنتات مين هيحسم لقب الدوري الانجليزي. ويلا سلام.